رجعنا لكم من جديد أعزائنا المشاهدين. رح يكون معنا الدكتور حسن النعامنة اللي رح نحكي عن مشكلة ضعف اللغة الإنجليزية عند الطلاب، الفرق بينها وبين باقي المواد التعليمية بياخذها الطالب، بيكون يعني مظبط بباقي المواد بس بقول لك اللغة الإنجليزية مش كثير فيه، فبضل هي معه المشكلة لباقي حياته. مرات المشكلة بتكون الأستاذ بقول لك أنا ما حبيت الأستاذ الإنجليزي، فبصير نورا عدم حبه لهذا الأستاذ أو تقبل لهذا الأستاذ، ضل هي المشكلة معه طول حياته. فرح نحكي عن هذا الموضوع بشكل مفصل مع الدكتور حسن النعامنة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا. دكتور، إيش الفرق بين تعلم اللغة الإنجليزية وتعلم باقي المواد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد من أن نقدم شكري وتقديري لهذه القناة الطيبة صراحة لإتاحة هذه الفرصة للحديث عن موضوع يلامس شريحة كبيرة من الطلبة وربما أولياء الأمور. نعم. فالإجابة عن هذا السؤال الأول يا سيدتي، نحن نعلم أن اللغة تعد مهارة، والمهارة تختلف عن أي موضوع دراسي صحيح. آخر. المواضيع الدراسية الأخرى تعتمد على الفهم والحفظ، بينما اللغة لابد أن تمارس البراكتس، ولذلك علماء اللغة يعني أشاروا إلى أن اللغة يولد الطفل وعنده استعداد لتعلم اللغة. فما يعنينا الآن هو اللغة الإنجليزية، واقع اللغة الإنجليزية في مدارسنا في جامعاتنا. نحن نعلم أن الطلبة بشكل عام أو اللغة الإنجليزية بشكل عام تدرس لأكثر من مستوى. صح. بعض الطلبة يدرسوها كلغة مثلا يتعلموها كلغة بعض الطلبة نحن في الأردن نتعلمها كلغة أجنبية، وبعض الطلبة كدول شرق آسيا يتعلموها كسكند لانجويج، English as second language. في الأردن عندنا نتحدث عن اللغة الإنجليزية كمهارة، وهذه المهارة لابد أن يكون فيها ما يسمى القدرات الأربعة: listening, speaking, reading and writing. ويتم تقسيم هذه القدرات الأربعة أحيانا إلى صنفين أو إلى مستويين: المهارات الشفوية وتشمل listening and speaking، والمهارات الكتابية تشمل reading and writing. وهناك تصنيف آخر بحيث تدمج الليسنينج مع الريدينج بأنها مهارات استقبالية receptive، ومهارة التكلم speaking، ومهارة الكتابة بأنها مهارات إنتاجية productive. بمعنى عندما أستمع أنا أستقبل، وعندما أستقبل كلام محكي، وعندما أتكلم أنا وعندما أقرأ أنا أستقبل كلام مكتوب، لكن عندما أتكلم أنا أنتج أفكار شفوية، وعندما أكتب أنا أعبر عن أفكار مكتوبة. تمام. ما هي مبررات تعلم اللغة الإنجليزية بالأردن؟ بالبداية صراحة نبدأ بالشرائح الأقل. بعض الطلبة يدرسون اللغة الإنجليزية للتخصص، لكن طلبتنا صراحة في المدارس يتعلمون اللغة الإنجليزية من أجل اجتياز الامتحان، وهذه الإشكالية. سواء الامتحانات في المدارس أو امتحانات في الثانوية العامة. صراحة هناك فجوة ما يسمى جاب كبيرة بين ما يدرس وبين ما يختبر. صحيح. الأصل أن يكون هناك انسجام كامل ما بين التدريس، عملية التدريس تشمل التعلم والتعليم، وعملية الاختبار. لكن صراحة طلابنا فقط يعتمدوا على بعض الأشياء الجاهزة، سواء ملخصات، دوسيات، يحفظون مفردات، يحفظون قواعد، لكن عندما يتم خروجهم أو تخرجهم إلى الحياة العملية يكونوا غير قادرين على التواصل، لأن اللغة أصلا هي أداة تواصل وليست فقط هي أداة حفظ. نعم. ولذلك يجد بعض الطلبة قد يكون متميز في الاختبارات، حصل على درجة عالية، لكن عندما يوضع في موقف معين يكون غير قادر أن يحكي يتكلم ويكتب. صح. وغير ذلك. تمام. كيف بتشوف أو كيف بتشخص واقع التعليم والتعلم؟ يعني عندنا مشكلة، هل المشكلة بالتعليم ولا مشكلة إنه حتى كان الأساتذة مثلا عندك بس يحكوا معك بالعربي، طب أنت بحثت إنجليزي. صحيح. لازم توصل الفكرة باللغة الإنجليزية. يعني عم بتشوف هلا الأولاد بالمدارس صف مثلا روضة أو تمهيدي عم بيحكي أحسن من واحد مخلص توجيهي. صحيح. هل يبدو يعني ممارسة يا سيدتي لو عدنا إلى سؤالك الأول إنه اللغة كيف تختلف عن الموضوعات الأخرى، قلنا أن اللغة يجب أن تمارس. صح. وهذا يعني موجود عندهم هناك if you don't use it you lose it. إذا ما مارست راح تفقدها. وموجود في علم النفس التربوي practice makes perfect وغير ذلك. إشكاليتنا أنه نحن نعلم في المدارس، مع احترامنا للمدرسين وأنا أقدر وأعتز بمدرسينا من خلال خبرتي بالإشراف وغير ذلك، الإشراف التربوي. أنا عملت مدرس ومشرف وأستاذ جامعي. أنا أقدر يعني زملائي المدرسين اللغة الإنجليزية على جهد يقوم فيه، لكن يتم التعامل مع اللغة الإنجليزية كأنها مادة، وبالتالي يبدع المعلم في التدريس، يقضي 40 دقيقة 50 دقيقة وهو يتكلم عن القواعد، وبالتالي هو يدرب وينمي لغته، لكن الطالب مستمع.
لا يمكن أن يتعلم الطالب إلا إذا شارك بهذه ما يسمى صح. العملية التعليمية، الموقف التعليمي. ما عادت قضية أنه 40 طالب بيستمعوا إلى شخص يتكلم وهم مستمعين، لا يمكن أن يكونوا مستمعين متواصلين أكثر من 8 دقائق أو 10 دقائق. صحيح. فبالتالي تفكير الإنسان راح ينتقل إلى موضوعات أخرى. فكيف نستطيع أن ننمي طلبتنا من خلال إشراكهم بالموقف التعليمي؟ قضية أخرى، واقع التدريس في مدارسنا ليس في اللغة الإنجليزية فقط، يتم التعامل مع طلبة الصف الواحد بأنهم وحدة واحدة. صح. وهذا مبدأ غير تربوي. نفس المستوى كمان. لا يمكن أن نتعامل مع 30 طالب 20 طالب بأنهم مستوى واحد. صح. هناك ما يسمى في علم النفس التربوي الفروق الفردية. صحيح. طلبة مختلفين في استعداداتهم، في قدراتهم، في دافعيتهم، وبالتالي الأصل أن يتم التعامل مع هذه المستويات بطريقة يعني معينة، سواء في الشرح، صحيح. سواء في الاختبار، في المشاركة. ولذلك يقسم الطلبة دائما يعني نظريا إلى 3 مستويات. صحيح. الطلبة اللي هم ضمن المعدل، صح. هذول يسمى الافريج. الطلبة طبعا هذه النسبة الأكبر طبعا. وهناك الطلبة الفئة الأقل وهم المتميزين gifted students أو يعني ما يسمى over achievers، والفئة الأقل اللي هم low achievers. ولذلك التعليم دائما بنصب الى الطلبه المتوسطين غالبا. صحيح. الاختبارات تكون موجهه الى الطلبه صح. المتفوقين والطلبه المتوسطين، وذلك نجد فشل كبير جدا في او ضعف خلينا نقول في مستوى طلبه اللغه الانجليزيه بهذا المجال. صحيح. دكتور، ما بتحس مرات كمان بيكون خلل او مشكله عند الاستاذ نفسه؟ نعم، صحيح. بيكون هو مش متمكن ومتمرس باللغه الانجليزيه، فعم بدرس الاولاد او يعني الاطفال او الطلبه باسلوب غير مثلا مهني تربويا. صحيح. هو لا يمكن انه القاء اللوم على المعلم فقط، العمليه التعليميه سلسله صحيح. من مجموعه من العوامل او ما يسمى الانبوتس، المدخلات، واهمها المدرس، وهناك الكتاب او ما يسمى، طبعا نحن نطلق على المنهج المدرسي هو واقع كتاب مدرسي. صحيح، كتاب مدرسي. واللغه لا يتم تعلمها من خلال الكتاب. صراحه لا نستطيع ان نعمم بان هناك ضعف في مستوى المدرسين، هناك بعض المدرسين متميزين اكيد طبعا، لكن لابد من ان يتم التدريس باللغه الانجليزيه، اشراك الطالب باللغه الانجليزيه، تحويل الماده الدراسيه الى مواقف حياتيه. يعني ما فائده الطالب انه يحفظ مثلا الباسيف فويس، لا، انا بدي الطالب يحفظ الباسيف فويس لانه يمكن يستخدمه في المهاره الحياتيه. صح. اللي هو هاو مثلا تو ميك something a process، هاو تو ميك مثلا كوفي. ولذلك الاصل انه يتم بهذا الشكل، وضع الطالب في ما يسمى يعني لايف سيتويشن، ومن خلاله يتم التدريس. لا يتم التدريس بطريقه انه ندرس جرامر فقط. بالحال بين المدارس، بعتذر عن المقاطعه، عم بيركزوا على الجرامر. نعم. يعني بس اذا ما حليت الجرامر معناته انت مش شاطر. في ناس صحيح. تلاقيهم بيحكوا بس مش مستخدمين الجرامر باسلوب صحيح. جيد، ولكن عم بيوصل فكرته. يا سيدتي هذا ما يحصل. معظم مدرسين اللغه الانجليزيه مبدعين في تدريس القواعد، ويجدوا متعه في تدريس القواعد. صحيح. ويعني بيضعوا الطالب في بحر من الاسماء، simple present continuous passive voice الى اخره. هذه ليست يعني ضروره يحتاجها كل طالب. صح. هي فقط الاختبار. وبالتالي عندما يتكلم الطالب ويستخدم الباسيف فويس بدون ما يعرف الباسيف فويس، عندما يتكلم يستخدم الريبورتد سبيتش، كلام المنقول، بدون ما يعرف انه هذا ريبورتد سبيتش. يعني مثلا هناك ما يسمى قضيه الاكيورسي والفلونسي. هل نبحث احنا عن الدقه، بحيث اذا سالت احد الطلبه what did you do yesterday وقال لي مثلا I play football، تقول له يا خلاص، ما هو حسب السؤال بدي اياه. اذا كان السؤال يعني بيهدف الى ما يسمى الجاب انفورميشن، انا بدي اعرف شو اللي عمله الطالب امس، فهو لو قال لي مثلا بلاينج فوتبول ما عندي مشكله. أوكي. اذا كان الهدف انه انا بدي اعرف استخدامه للسمبل باست، لازم يقول لي اي بلايد فوتبول. واذا قال لي اي بلاي فوتبول، قول له مثلا ذيس از ا رونج سنتنس، سيت داون. لا يا اخي، الاصل ليش؟ بالضبط، الاصل انه ننحى منحى ما يسمى هذا الكوركشن يعني ستايل، نعطيه فرصة. يو مين ذات، يو خليها يعني ركز على بلاي، لازم يقول بلايد هو، وهكذا. أوكي. كثير من الأشياء أحيانا الطلبة بيلجأوا إلى تعميم القواعد، هذه إشكالية كبيرة جدا. صحيح. بيلجأوا للأسف كثير من الطلبة إلى الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، وهناك طبعا فارق يعني كبير جدا بين اللغتين. اللفظ الدكتور بكتب بالعربي من فوق. بالضبط، هذه إشكالية. هي من أكثر المشاكل. هو لابد أن يتم تدريس اللغة الإنجليزية من خلال ما يسمى تكامل المهارات. يعني ما في جرامر لحاله، فوكاب لحاله، لا، هو قد يكون في نص، والأصل أن يكون هذا ما يسمى ريال يعني تكست،
مأخوذ مثلا من مجازين أو إلى آخره، بيتم تحليله من خلال المفردات. شوفي عندنا ستراكشر بيمارس الطلبة في المهارات الشفوية وهكذا. إذا أنا ركزت على ما يسمى integration of skills، مهارات يعني تكاملية. وهناك أيضا نوع آخر من تكاملية بسموه تكامل المواد الدراسية. صح. يعني مثلا إذا كنت أنا بدرس طلاب في المرحلة الابتدائية مثلا العد من 1 إلى 5، 1 2 3 4 5، أنا أتحدث عن اللغة الإنجليزية. أنتقل مباشرة أقول لهم مثلا 2 + 3 = 5، انتقلت إلى الرياضيات. أقول لهم مثلا أركان الإسلام 5، انتقلت إلى التربية الإسلامية. أقول لهم الحواس ال5، انتقلت إلى العلوم وهكذا. نعم. وخاصة إذا كنت أتعامل مع طلبة مثلا صغار، الأصل أن يتم ذلك بشكل غير مباشر من خلال اللعب ومن خلال النشاط وغير ذلك. نعم. في عوامل بتعيق من تعلم اللغة الإنجليزية بالأردن؟ نعم صحيح. أول معيق لتعلم اللغة الإنجليزية هو اختبار الثانوية العامة القائم على الحفظ. تمام، على القواعد. على القواعد. صح. يحفظ طالب ويقول لك هل تعلم يا سيدتي بعض الطلبة، وأنا كنت يعني بالتدريس وبعدين بالإشراف خلال تصحيحنا لإجابات الطلبة في اللغة الإنجليزية، في مدرسين بيعطوا الطلبة كلاشيه كامل للرايتنج، إنه this subject is very important I like it very much. يا أخي ما في مقدم لكل موضوع. يعني كانوا يسألون بعض الطلبة يا أستاذ في مقدم لكل موضوع؟ قلت لهم بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة والنهاية. المقدمة من الموضوع نفسه، وبالتالي لا تحسب هذا. صح. قضية الرايتنج عندنا يا سيدتي تدرس برضو بطريقة غير سليمة. لا يجوز تدريس الرايتنج بأنها برودكت اللي بيحصل. مع احترامنا طبعا للمدرسين، طبعا لا تجنى يعني عليهم. أكيد. بعض المدرسين لا نعمم. اليوم موضوعنا عن سمر هوليدي، العطلة الصيفية. ويلا أستاذ إيش معنى كذا؟ بعطيهم الأستاذ معنى كذا. أستاذ كيف نكتب كلمة كذا؟ بيطلع الأستاذ نفسه هو اللي كاتب الموضوع. الأصل أنه يتم الاهتمام بمهارة الرايتنج، ما يسمى بروسيس وليس برودكت. كيف يعني بروسيس؟ يعني يختار المدرس التوبيك، العنوان، والأصل يكون هذا العنوان قريب من حياة الطلبة طبعا، وقريب من الموضوعات اللي درسوها. ونحتاج بعدين ماذا نحتاج من الموضوع؟ نحتاج إلى ايدياز، نحتاج إلى أفكار، نحتاج إلى ستراكشر، تراكيب لغوية، نحتاج إلى بعض أحيانا ما يسمى الكوهيرنس والكوهيجن، الربط والتناسق، ونحتاج إلى لينكينج ووردز، أدوات ربط، ونحتاج إلى بنكتويشن مارك. أنا ممكن على فكرة أدرس هذا الموضوع أنقل لطلابي بحيث أقول لهم الآن يعني how we make منسف مثلا. ولذلك المنسف بيحتاج الى يعني ماتيريالز اللي هي الايدياز والهذا الرايس والميت والى اخره، وبيحتاج يعني اذر ماتيريالز، واخر شيء بيحتاج الى يعني سبايسز والى اخره اللي هي لينكينج ووردز. يجب انه الان ما يجلس المدرس يقول لهم يلا اكتبوا الان، فبصير يسالوا استاذ كيف نكتب كذا كيف نكتب كذا. لا، يتم تدريس مهاره الرايتنج كمهاره من خلال مراحلها: اختيار العنوان، اختيار الافكار، اختيار التراكيب اللغويه الموجوده، من ثم كيف الان ما يسمى الرايتنج ميكانكس، الباراجرافينج، البنكتويشن ماركس الى اخره. قسمهم الى جروبس، بعدين بكتبوا الطلبه الفيرست درافت، بقرا بعض الطلبه من الفيرست درافت، بصحوا الطلبه لانفسهم، وبعدين بنختار الاخير، وممكن نثبت احنا على السبوره او اذا كان عندي اي وسيله تقنيه، وانتهى. اذا الطلبه كلهم شاركوا وليس صحيح. المدرس هو اللي شارك بالكتابه. دكتور، يعني من خبرتك الطويله ودرست وعطيت دورات وخضت كثير من التجارب، حاليا مواقع التواصل الاجتماعي اغلبيتها باللغه الانجليزيه. صحيح. وهناك تواصل بشكل كثير كبير باللغه الانجليزيه، يعني احنا طول ما احنا موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي كله بالانجليزي الا اذا كان هو محولها للغه العربيه. يعني عندنا التواصل باللغة الإنجليزية، وصار عندنا فتح مجال أكثر حتى للقراءة وحتى يعني لتطويرها أكثر من عن طريق المحادثة. بتحس لسه موجود عندهم مشكلة بالامتحان، لما بتقعد معه بيحكي معك بلبل زي ما بيحكوا، ولكن تيجي تطبق أنه هو المشكلة. المشكلة وين صفت؟ بالقواعد مش عم بياخدها بشكل منيح، أو اللغة اللي عم بيستخدمها إلكترونيا ما بتكون لغة صحيحة 100%. وين المشكلة؟ يا ستي، هو نعود إلى لماذا أنا أتعلم اللغة؟ ما الغاية من استخدام اللغة؟ هل أنا بدي فقط يعني أعبر عن الجرامر والى آخره قواعد بحيث أنه أكتب أنا يعني باراجراف صحيح، ولا أنا بدي لا أعمل كوميونيكيشن، أتواصل مع غير من خلال السوشيال ميديا أو غيره؟ إذا كان القضية كوميونيكيشن لا نحتاج إلى جرامر، وهذا مثل اللغة العربية. عندما نتكلم اللغة العربية لا نحتاج إلى، ما نقول له إلى أين أنت ذاهب يا بني، لا، وين رايح، وين بدك تروح، إلى يعني أحيانا نقول له وين، أحيانا نقول نستخدم البادي لانجوج وغير ذلك. هذه الإشكالية أنه
هل مواقع التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة تساهم في رفع مستوى الطلبة في اللغة الإنجليزية؟ نعم، في التكلم، في رصيد بالمفردات. الطفل قد يكون لم يذهب إلى الروضة وبيتحدث بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، صحيح. تابي ومش عارف إيش والمسج واس ام اس. هذا بيسهل الأصل. هذا بيساعد على نقل دور المعلم، بدل ما يكون المعلم هو مصدر المعرفة والكتاب المدرسي هو الأداة أو المصدر الوحيدة. لا، عندي الآن أدوات الحياة موجودة، لأنه ربما بعد 20-30 سنة قد يكون الحاجة، صحيح نحتاج إلى مدرس، لكن قد تكون الحاجة إلى مدرسين أقل، صح، في استخدام التقنيات الحديثة واستخدام ما يسمى الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الصناعي وغيره. ربما لا نحتاج إلى مدرس يقف أمام الطلبة ويعطي محاضرات ويعطي درس كامل، لا، قد يحتاج انه بيعطيهم تاسك وبالتالي يتم التواصل من خلال اي ميديا معين ويصحح لهم التاسك وغير ذلك. هذا ما يسمى التعلم عن بعد. اذا لابد انه نعيد النظر في دور المعلم، وهذا طبعا نصت عليه كثير من مؤتمرات التطوير التربوي في الاردن من زمان. صحيح. انه ما بدي انا الطالب يتعلم اللغه فقط الحفظ، لا، انا بدي الطالب كان يفكر، يعرف كيف يحل. بالضبط. بدي الطالب مثلا كيف يكتب سي في. ما بصير طالب جامعي حتى متخصص باللغه الانجليزيه يروح عند شخص يكتب له السي في. صحيح. او يجي مثلا عند شخص يقول له كيف بدي انا اعمل بالانترفيو. صح. او كيف مثلا واحد يساله يقول له مثلا كيف بدلني على مثلا السفن ستارز اروح ودي على مكان اخر. صح. هذه الاشكاليه هنا. نحن نحتاج اللغه الانجليزيه في مواقف الحياه المختلفه كاداه تواصل في ظل عالم يعني تقني متقدم. ناهيك انه اصبحت زي ما بيقولوا العالم لم تعد هي قريه صغيره. صحيح. فقط، لا، اصبح بيت صغير وغير ذلك. صحيح. ما هي توصياتك نعم. حتى تكون اللغه الانجليزيه اسهل للطلبه وتكون بشكل سلس، ومش انه اوف عندنا حصه انجليزي؟ صحيح، شكرا جزيلا. هو لابد في موضوع المقترحات والتوصيات ان نعود الى المعيقات واقع الحياه. اول توصيه، علينا ان نهتم باللغه الانجليزيه كمهاره متكامله وليس مهارات مجزاه، المنهج الكلي. علينا ان نهتم بالمهارات الشفويه. للاسف امتحان الثانويه العامه لا يركز الا على مهارتين فقط او قدرتين فقط، فوكاب ورايتنج. طيب والمهارات الشفويه، طيب ما هو راح يدخل بعد فتره يتقدم للجامعه بدي يخضع الى امتحان التوفل وامتحان الايلتس، ولازم يعني يكون عنده هذه القدره على انه يستمع. وبعدين اللغه هي ليست يعني ما نكتب، نحن نحتاج الى كتابه قليله جدا. صح. اللغه يعني language is what we speak. صح. لابد من التركيز على المهارات الشفويه، سواء يعني من حيث إتاحة الفرصة يعني للطلبة لممارستها وإشراف المدرسين عليها واختبار الطلبة فيها. يعني لا تكون فقط العملية، لأنه إشكاليتنا الطلبة أي شيء بعيد عن الاختبار يبقى يعني فقط. القضية الأخرى هنا مثلا للأسف مدارسنا يعني تشكو من ما يسمى العوامل البيئية المساعدة. يعني مكتبة ما فيها، قد يكون مختبر اللغات ما فيه. صحيح يعني هذا يحتاج إلى ميزانية، لكن هذه الميزانية بإمكانها توفر. يعني مثلا خلي نختصر شوي من المهرجانات والاحتفالات والى اخره، ونخصص من ميزانيه المدرسه مثلا لاغناء مكتبه المدرسه وتشجيع الطلبه على كتابه بعض الاشياء المهمه. لان بعد شوي بالجامعه بده يروح يطلب منه يكتب يعني بيبر، يكتب منه ما بيكونوش عارفين، ما بيعرفوا. ما بيعرف. وممكن يكون عندي مختبر مثلا مصغر. طبعا هذا ربما يكون في قفزه انه يا اخي يا دكتور ما هو في مدارس ما فيها كذا. صحيح يا اخي، انا بقول مع احترامي لمعالي وزير التربيه والتعليم، هذه الاشياء اهم من البصمه الالكترونيه اللي بتكلف يعني الاف الدنانير. يعني اي اهم من المدرس يبصم ولا يكون في عندي بيئه تعليميه يعني مسانده، اغني بيئه مكتبه المدرسه، مختبرات المدرسه العلميه الى اخره، اللغه الانجليزيه، بدل ما نعمل مهرجانات واحتفالات الى اخره، يكفي مهرجان واحد واحتفال واحد. بس حاليا بيقدروا يوصلوا. يعني زمان كنا نقول لازم كتب، بس دكتور ما بعرف ممكن تخالفني بهذا الراي، انه حاليا بتقدر تفوت على جوجل تكبس كبسه تنزل اي كتاب. صحيح. صار مجاني. يعني اللي بده يسعى ورا هدفه يقدر يوصل. هو المعرفه موجوده صراحه، لكن بحاجه الطالب الى توجيه. وبالتالي الطالب اذا ما طلب منه انه يعمل حتى على مستوى الجامعه، ما هو بيلجا الى بحوث الجاهزه وغير ذلك. مثل ما حضرتك تفضلت، هي المعرفة موجودة في مصادر متنوعة وتحت متناول اليد وسهولة وما عادت مكلفة، لكن من يوجه الطالب إلى مثل هذه الأشياء؟ من يركز على أهميتها؟ الأستاذ يعني بحديثه بلقاءاته،
قضية مهمة جدا أنه نستطيع أنه ننمي مستوى طلبتنا في اللغة الإنجليزية. أثناء وجودي في الإشراف التربوي كنا نعملها مع بعض الإخوان في اللغة الإنجليزية، كنا نطلب من زملائنا في المدارس شكلوا ما يسمى نادي اللغة الإنجليزية. وهذا النادي مجموعة من الطلبة قد يكونوا متميزين، يعني بيحبوا اللغة الإنجليزية وبقوموا بأنشطة في الإذاعة بكتابة بعض الأشياء إلى آخره. ونخصص في نهاية كل سنة يوم أو يومين، يوم للذكور ويوم للإناث، نسميه مخيم اللغة الإنجليزية. هذا المخيم بيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات، بيبدأوا بالتعارف مثلا كله باللغة الإنجليزية، بعدين بيتم تقسيمه، ممكن في محاضرات عامة، ممكن يكون في ساعات يعني حرة، ممكن تحت إشراف المدرسين، ممكن يكون في بالأخير نختمه بلقاء ما يسمى يعني كومبيتيشن، مسابقات. صراحة مدارسنا بحاجة إلى مثل هذه، لا نهتم فقط بالمادة الدراسية ولا الكتاب المدرسي، بحاجة إلى إشغال الطالب بالأنشطة، لا نسميها أنشطة خارجية، هي أنشطة مرافقة للمنهج. صحيح. لابد يعني تواجدها لازم. نعم. حتى دكتور في يعني بتفوت على مواقع برضه الانترنت والمواقع الالكترونيه تكتب انه انجلش اكزام، بعطيك اكثر من مستوى. نعم. بيعطيك نعم. يعني ممكن تقدر تعلم حالك من حالك حاليا. فبتشوف انه هذا صار يساعد الطلاب اكثر، انه نعم. انت عندك بتقدر تفوت تعمل اختبار انت لحالك. يا ستي هذا يعني شكرا جزيلا على هذه النقطة. هذا مبدأ تربوي ليس مطلوب من مدرسي اللغة الإنجليزية، هو مطلوب يعني بيقدر هو لحاله. صحيح. ما عاد دور المدرس انه انا اعلمه، لا، هو في مبدأ يسمى learning how to learn. انا بدي اعلم الطلاب كيف اتعلم اللغة الإنجليزية ب5 أيام، هذا زمان كان يعطي كتب، في دورات، في مش عارف ايش، في ندوات، لكن المهم انه يعطى الطالب فرصة. للاسف لا يجوز انه حصة اللغة الإنجليزية ويجي الطالب متأخر، استاذ ممكن افوت يقول له لا صح speak in English، استاذ ممكن مثلا اروح لا speak in English، اسأله يعني why are you late، وبالتالي استغل هذا الوقت. قضية مهمة جدا. مدرسي اللغة الإنجليزية بإمكانهم أنهم ما يسمى إدخال البيئة الحياتية داخل غرفة الصف. كيف مثلا قد أكون أنا في مدرسة يعني في القرى وفي بيئة ريفية، أستغل هذه الفرصة مثلا أقول للطلاب، والأصل المدرس يكون يعني بسموه opportunistic، انتهازي، بس انتهازي بهذه النقطة. شوف والله مثلا في شخص فلاح يعني لك مثلا what is this farmer doing، لاحظ هذا نوع من يعني ما يسمى انتهاز الفرصة. صحيح. أو إذا في يعني شيء كنت في مدينة مثلا وسيارة حديثة مرت، أقول لهم لك مثلا وهكذا. الأصل أنه دائما يعني the good teacher is the one، بالضبط، هو looks through the window، يعني ما فقط أعصب حالي بالكتاب المدرسي. صح. الكتاب المدرسي هو فقط أداة وليس كل الأدوات. صحيح. إذا اعتبرنا أنه هناك فيما يسمى منهج وغير ذلك، ولذا حتى ممكن بعض الطلبة يقوموا ببعض المشروعات، وهذا طبقت أنا في الإمارات، إنه بيعملوا الطلبة بسموه enrichment للمنهج للكتاب المدرسي، يعني بيضيفوا أنشطة حياتية معينة. مثلا في عندنا شيء باللغة الإنجليزية بسموه ESP، يعني English for Special Purposes. صح. في عندنا طلبة يحبوا الرياضة، يا أخي أنتوا يلا بدنا مجموع أنتوا يعني سبورت تيم، جيبوا لنا يعني اسماء الفرق الرياضيه في الاردن والمباريات كله باللغه الانجليزيه والمصطلحات الرياضيه والى اخره. في ناس لا بيحبوا مثلا تكنولوجيا، انتوا تكنولوجي مثلا كلاب، يعني تعلم بالحب. بالضبط، هو اي شيء بكون بالضبط اي شيء هو يعني متوجه له. في طلبه بيحبوا مثلا اشياء اخرى، مثلا ربما اشياء مثلا ثقافيه، حتى في ناس بيحبوا مثلا هوايات اخرى، الطهي والشوبينج والى اخره. بالضبط. طلبه عندهم ميول مثلا طبيه، يا اخي ماشي، انت مطلوب مثلا من خلال خبرتك تجيب لنا مثلا المصطلحات الطبيه اللي بيتداولوها الناس في الهوسبيتالز وغير ذلك. هنا بحس الطالب انه اللغه الانجليزيه هي يعني لغه حياتيه مش للاختبار. بالضبط، هذا هو الاصل. كمان يعني لازم يعني يستخدموا مواقع التواصل والتكنولوجيا حتى يعني تكون هناك ممارسه اكثر للغتهم، فبصير هناك تحسن. لابد. لان دائما كانوا يسمعوا لك احضر افلام واقرا كتب بتصير تحكي انجليزي، وهي فعليا ضلك اسمع الحكي فبتصير تعيده انت لا شعوريا. حتى بتشوف الاطفال عم بيعيدوا حكي المعلمه وهو مش فهم 100%، ولكن هذا السمع الموجود على اذنهم عم بلشوا يرجعوا يحكوا فيه. تفضل. يعني هو زي ما لو عدنا الى الطريقه القديمه كان فقط نبدا بالكلمه والجمله وغير ذلك. يا ستي هذا غير موجود. يعني ليش انا ابدا بالحروف واي وبي سي، اي ولا ولا بي ولا وهكذا؟ لا، هو الان بدخل انا على الطلاب جود مورنينج، اي ام حسن، يعرفوا انه اسمي حسن. حسن يعني از نوت ماي ناشوناليتي، لا، حسن اكيد اسم.
اند يو يقول لي مثلا احمد، كفي ينتظرون يقول لي ماي نيم از احمد. فلاحظ هو راح يكتشف، واذا كان عندي مثلا طالبات فاقول وات از هيز نيم، هيز نيم از احمد. اذا تعلم الاسماء، تعلم البروناونز اللي هي للميلز والشي للفيميلز، استخدم انه نستخدم از مع السنجلر وهكذا. اذا هو لازم يكون اندايركت، صحيح، بشكل غير مباشر. نعم بشكل غير مباشر. دكتور حسن نعامنة، بدي اشكر تواجدك معنا، اثريتنا بهاي المعلومات وشكرا كثير شكرا لكم، وانا يعني سعيد جدا بهذه المقابله. نتمنى ان نكون يعني افدنا ووضعنا يعني بعض المقترحات والتوصيات لزملائنا في الميدان. نعم. لانه صراحه اللغه الانجليزيه يعني ليست لغه برستيج، انما اللغه بشكل عام هي وعاء للفكر. ومن هذا المنطلق لا يعني انه انا يعني متعصب للغه الانجليزيه، لا أنا أشجع على تعلم اللغة العربية، نعم. لغة القرآن الكريم ولغة الفكر. طبعا. شكرا جزيلا. شكرا لك. فاصل أخير وراجعين، خليكم معنا.